امبارح كان مؤتمر ابل للمطورين، وفي المؤتمر ده ابل اعلنت عن السوفت ويرز الجديده بتاعت الايفون والايباد والابل واتش والحاجات دي كلها، وانا هبقى نازل عنهم مختصرات كده في شورتس وريلز، فتابعوني في المكان اللي انتوا بتشوفوا فيه الشورتس بتاعتكم. ده غير كده ابل اعلنت عن الماك بوك اير بحجم 15.3 انش، وده هيبقى اكبر ماك بوك اير اتعمل، من احسن اللابتوبات اللي هتكون موجوده في الحجم ده، وده هيكون اختيار كويس جدا لناس كتير اللي مش عايزه امكانيات كتير بس في نفس الوقت عايزه شاشه كبيره. وكمان اعلنوا عن الماك ستوديو بمعالج الام 2 ماكس والام 2 الترا، واخيرا اعلنوا عن الماك برو بالمعالج الام 2 الترا اللي فيه الامكانيات بتاعه 7 افتر بيرنر كاردز. افتر بيرنر كارد ده كان اختيار اوبشن مع الماك برو القديم بمعالج انتل عشان بيعمل انكود وديكود للحاجات البرو ريز. دلوقتي الاداء بتاع الماك برو فيه 7 افتر بيرنر كارد، ودي حاجه كويسه جدا. وما تنسوش تابعوني على اليوتيوب او الفيسبوك عشان تشوفوا الفيديو السنوي دليلك لاختيار الماك المناسب ليك، عشان لو انت بتفكر تجيب ماك ومحتار بين الماكس الكتيره دلوقتي، الفيديو ده ان شاء الله هيساعدك تختار الاختيار المناسب بالنسبه لك. نيجي بقى لاهم حاجه حصلت في المؤتمر، الاعلان الثوري اللي ابل عملته، اللي هو الاعلان عن الفيجن برو، العدسات او الهيدسيتس الجديده بتاعت ابل. بصراحه انا لو كنت عملت الفيديو ده امبارح انا كنت هعمل فيديو مختلف تماما عن الفيديو اللي انا هعمله دلوقتي. كان فيديو هيبقى انبهار، زي في ناس كتير نزلت فيديوهات برضو عنها، هيبقى انبهار واللي هو خلاص حياتنا هتتغير والدنيا هتتغير. لكن انا النهارده طول اليوم وانا في الشغل عمال افكر فيها، وبصراحه بعد الضجه وبعد الانبهار ده انا ما بقتش منبهر. انت لو عايز تعرف معلومات عن الفيجن برو دي محتاج تعرف 3 حاجات، هي عباره عن ايه، استخداماتها ايه، وهي المين دي بقى، ده السؤال اللي كان محيرني طول اليوم. تعالوا نبتدي بالاول، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن هيدسيت بتاعت واقع افتراضي زي اللي احنا شفناها مثلا من الميتافيرس، زي بتاعت مثلا سوني والبلاي ستيشن بي اس في ار 2. هيدسيت بتتحط على وشك على عينيك، وجوه العدسات اللي جوه اللي انت بتبص منها لكل عين فيها ريزوليوشن اعلى من 4K لكل عين. دي طبعا هتبقى ريزوليوشن عاليه جدا، تالي اعلى من اي هيدسيت موجوده دلوقتي، معموله من مواد فخمه جدا، المعدن والازاز والشاشات الاوليد والمايكرو اوليد اللي جوه العدسات اللي انت بتبص فيها، والتصميم بتاعها والمواصفات بتاعتها مميزه مش موجوده في اي عدسات من الهيدسيت التانيه. زي مثلا الشاشه الاوليد اللي بره، الشاشه الاوليد دي بيخلي اللي يبص عليك يبقى عارف هل انت منغمس في محتوى ولا انت شايف الحاجه اللي حواليك. لو انت شايف الحاجه اللي حواليك عينيك هي اللي هتبان منها، لكن العينين دي مش باينه ان هي سي ثرو، يعني مش ازاز انت شايف عينيك منها، لا دي الكاميرات بتصور عينيك وبتعرض الصوره دي على الشاشه الاوليد اللي بره، وفيها ستراب كده اللي بيمسك راسك من ورا، معموله من قماش بمطاط، والستراب دي بتتفك بسهوله جدا عشان تبدلها او تجيب المقاس المناسب بالنسبه لك، وبيتشد وبيتضيق ويتوسع او بيتغير المقاس بتاعه. واللي بيشغل العدسات دي هي معالجين، معالج الام 2 ومعالج جديد ابل قدمته اللي هو الار 1. الار 1 ده لازمته ايه؟ ان هو عشان يقدر يعالج كل حاجه، والسنسورات اللي العدسه دي بتشوفها بيحاكيها في وقت قياسي لتقريبا 12 ملي ثانيه عشان تعرضها لك في العدسات اللي انت بتبص منها، بحيث ان انت ما يبقاش فيه اي تاخير تماما ما بين اللي بيحصل حواليك واللي انت شايفه، خصوصا لو انت بتستخدم موضوع اللي هو السي ثرو، ان انت تشوف الحاجه اللي حواليك عن طريق العدسات دي. وطبعا معالج الام 2 ده هو من اقوى المعالجات اللي موجوده دلوقتي في عالم الكمبيوترات، فالمعالج ده محطوط على وشك، على نظارات على وشك، فده هيديها قوة جبارة جدا. ومكان ما بتحط عينيك فيه سنسورز كتير. اول حاجة هم مقدمين حاجة جديدة اسمها الاوبتيك اي دي، ده بدل الفيس اي دي والتاتش اي دي، ده دلوقتي اوبتيك اي دي، وده بيقرا العين بتاعتك، ودي طريقة التوثيق بتاعت الجهاز ده، ان هو يتاكد ان انت الشخص اللي بتستخدم ده او الحساب ده بتاعك. وكمان تقدر تستخدمها في حاجات كتير، ممكن تدخل الباسوردز بتاعتك، ممكن تستخدمها ان انت تدفع بالابل باي عن طريق الاوبتيك اي دي بدل الفيس اي دي وبدل التاتش اي دي. والسنسورز دي مش بس انها عشان تعمل لك اللي هو الاوبتيك اي دي، لا كمان بتراقب حركه عينك وبتقرا عينيك بدقه جدا، بحيث انها تقدر تحدد لك بالظبط المكان اللي انت بتبص عليه. يعني حتى لو انت مثلا فاتح قدامك كيبورد، لو بصيت على الحرف في وسط الكيبورد فهو حاجه بسيطه جدا، هتجيب الحرف اللي انت بتبص عليه، مجرد ان انت بتعمل كده بايدك هتدوس لك على الحرف ده او تكتبه. عشان الهيدسيت دي بتستخدم عينيك وايديك كطريقه ادخال، مفيش جويستيكس، مفيش دراعات، مفيش تاتش، مفيش شاشه، مفيش اي حاجه. وكمان بتستخدم الصوت بتاعك ان انت تكلم سيري، كل ده عن طريق صوتك، فانت مش محتاج اي حاجه او اي طريقه ادخال غير ان انت تبقى بتشوف في الهيدسيت وبتستخدم ايديك وبتتكلم بصوتك. كده احنا خلصنا نقطه هي عباره عن ايه. تعالوا بقى نتكلم عن استخداماتها. طبعا هما بيجيبوا لك ان انت تقدر تستخدمها في حياتك اليوميه في كل حاجه، سواء في شغلك، سواء في بيتك، سواء عايز تتفرج على محتوى. تعالوا نتكلم اكتر.
دلوقتي هي بتعرض لك كل حاجه في واقع كده، في مجسم 3 دي، الابلكيشنز كل حاجه محطوط لها 3 دي، وفيها ري تريسنج لللايت، يعني هي بتعرض لك شادوز او ظلال على حسب النور في المكان اللي انت فيه ده جاي منين، بحيث ان الحاجه تبقى قدامك شكلها واقعي جدا. الابلكيشنز بيبقى شكلها واقعي جدا، الصفحات نفسها اللي بتفتح لك تبقى صفحه ليها عمق، فوانت شايف العدسات بتاعتك دي هتحس انها حاجه حقيقيه موجوده قدامك، خصوصا لو انت مستخدم اللي هو المود اللي هو الباس ثرو، انت شايف كل حاجه حواليك ودي حاجه طالعه قدامك. ايه الحاجات اللي هم قالوها؟ يعني ممكن تستخدمها مثلا تفتح كذا ابلكيشن جنب بعض بشاشه كبيره، الايميل مثلا في ناحيه، السفاري مثلا في ناحيه، ممكن تستخدمها ان انت كشاشه تانية لللابتوب بتاعك او الماك بوك بتاعك، بمجرد ان انت بتفتح الماك بوك وتبص عليه هي بتكونكت اوتوماتيك وبتعرض لك شاشه بقى كبيره للماك بوك بتاعك من غير ما تحتاج ان انت تبص على الماك بوك ده. ممكن توصل عليها ماوس وكيبورد وايرلس، معرفش تقدر تستخدم الكيبوردز بتاع الماك بوك ولا لا، بس اعتقد ان مفيش حاجه تمنع عن كده. ولما تشغل عليها شاشه الماك بوك بقى، تخيل انت بتشتغل مونتاج على فاينل كات برو على شاشه مثلا 100 بوصه، فيعني رهيبه، استخدامات كتير كويسه. ده غير بقى مشاهده المحتوى، فانت ممكن بقى تتفرج مثلا على افلام، على ماتشات، خصوصا الماتشات عاملينها بستايل كده قوي جدا، بحيث ان انت مثلا عندك الماتش على شاشه كبيره وتحت فيه السكور، وفي الجنب مثلا الستاتستكس بتاعت الماتش ومين احسن لاعب ومين الخطه اللي بيلعبوا بيها، فعاملينها عارضينها بشكل كويس جدا، كأنك قاعد في أول صف بتتفرج على الماتش ده في حاجة حقيقية. مشاهدة المحتوى، فأنت بيبقى عندك بقى حجم شاشة سينما أنت بتختاره، بتكبر وتصغر زي ما أنت عايز وتبقى منغمس في المحتوى. ممكن تخلي المحتوى أو شاشة السينما الكبيرة دي في المكان اللي أنت قاعد فيه، أو عن طريق الدايل اللي فوق ممكن تغير السراوندنج بتاعك، المحيط اللي حواليك تغيره لحاجة تانية. يعني مثلا تخيل بتتفرج على ستار وورز وأنت في الفضاء، حاجات زي كده كتير. وكل ده وأنت قاعد في مكانك مثلا أو في المكتب بتاعك او في الطياره، حتى يبقى عندك شاشه كبيره بتستخدمها في اي مكان. ومن الحاجات اللي هم قالوا تقدر تعملها ان انت تعمل مكالمات فيس تايم. طب فيس تايم ازاي واصلا مفيش كاميرا باصه في وشي عشان يشوفوا وشي؟ فهنا بقى هم عاملين ايه، بتمسك العدسه بتعمل بيها سكان لوشك، ولما تلبسها وتدخل في المكالمه هو بيحاكي الحركات بتاعه عينيك وبقك على ال 3 دي سكان حقيقي، مش كرتون زي بتاع الميتافيرس. فالناس اللي هتشوف زي 3 دي موديول كده ليك او هولوجرام ليك، كانك انت اللي بتتكلم بالظبط وكانك انت اللي بتتحرك بالظبط. ده غير ان هم عاملين كولابوريشن مع ديزني، بحيث ان الابلكيشن بتاع ديزني هيبقى نازل من اول يوم هتنزل فيها الهيدسيت دي، هتتفرج على افلام 3 دي وهيبقى فيه قدامك محتوى وحاجات بتتعامل معاها 3 دي. ده غير ان هيبقى فيه مثلا زي انتراكشنز مع حاجات شبه حقيقيه مثلا بتطلع قدامك، تحس ان انت هتقدر تمسكها، بس فعليا انت مش هتقدر تمسك حاجه، مش هتقدر تحس باي هابتك فيدباك لان مفيش جويستيكس مثلا زي البي اس في ار 2. وكمان تقدر تلعب عليها جيمز باستخدام الكنترولرز بتاعتك، وزي ما قالوا ان من اول يوم هيكون في تقريبا 100 لعبه موجوده تقدر تلعبها عليها. وطبعا السوفت وير بتاعها وطريقه المحاكاه اللي هي عاملاها دي والتطبيقات اللي بتشتغل عليها دي تقريبا تحسها انها التطور الطبيعي للاي او اس والايباد او اس والماك او اس. كل التطور اللي حصل على مر السنين هو ادى للفيجن او اس ده. بس الفكره بقى في الاستخدام انها بتيجي متوصله بكابل، الكابل ده واصل على باور بانك، الباور بانك ده بيديك استخدام لمده ساعتين بس، حسب ما سمعت ان انت ممكن توصل الباور بانك ده على شاحن كهرباء فتفضل شغاله معاك، فانت بس هتكون متوصل بقى ومحتاج ان انت تبقى ثابت في مكانك، هتعمل كده فهم ساعتين بس استخدام. واخر حاجه في الاستخدامات بتاعتها كمان ان انت تقدر تصور صور 3 دي وفيديوهات 3 دي عن طريق الكاميرات والسنسورز اللي موجوده في العدسه دي. فمثلا انت في عيد ميلاد مثلا تروح مصور فيديو كده 3 دي وتقدر تراجعه او تشوفه كانك موجود في نفس اللحظه دي. نيجي بقى لاهم سؤال، الهيدسيت دي الفيجن برو معموله لمين؟ بس قبل ما نقول معموله لمين تعالوا نتكلم على سعرها. سعرها $3500 وهتنزل في بداية 2024 وفي أمريكا بس، مع نزولها لبقية الدول على مر الوقت. محددوش الوقت ده قد إيه عشان تبتدي تنزل في دول تانية، بس أهم حاجة من كل ده $3500. مين اللي هيدفع $3500 عشان يستخدمها الاستخدامات دي؟ الفيجن برو دي مفكراني بالبوجاتي شيرون. البوجاتي شيرون دي عربية طبعا فظيعة، مفيش أي عربية شكلها نفس الشكل ده ولا في المواصفات دي. تمنها تقريبا 3 ولا 4 مليون دولار، وبتوصل سرعتها لأكتر من 400 كيلومتر في الساعة. بس أنا هنبهر بالعربية دي، ولو شفتها في الشارع هبقى مبهور بيها وابقى هصورها، ولو شفت ليها فيديوهات على اليوتيوب طلعت قدامي هتفرج عليها وابقى مستمتع جدا. بس هل أنا هروح أشتريها؟ لا. هل كل الأغنياء اللي مثلا معاهم ملايين كلهم عندهم بوجاتي شيرون؟ لا.
هل مثلا عشان تمنها غالي مثلا؟ لا، بس هي بالسعر ده بالمواصفات دي هي بالنسبه لهم مش عمليه. انا لما اشتري عربيه ب 4 مليون دولار عشان بتمشي 400 كيلو متر في الساعه، انا همشي كل قد ايه مثلا 400 كيلو متر في الساعه؟ بالعكس، هو ممكن يكون عنده عربيات باكتر من السعر ده بكتير، الروز رويس بقى، فراري، مش عارف ايه، لكن العربيه دي بالمواصفات دي بالسعر ده بالنسبه له هو مش عمليه. مين اللي هيشتري البوجاتي شيرون؟ الانثوزياست بتاع بوجاتي، اللي بيحب بوجاتي وعايز يشتري العربيات بتاعت بوجاتي، انثوزياست بتاع عربيات، عنده فلوس كتير وعايز يشتري عربيه سريعه جدا مثلا زي البوجاتي شيرون. الفئة دي من الناس هي اللي تبقى مهتمة بالبوجاتي شيرون، مع ان الناس تانية ممكن يبقى عندها اكتر من عربية وممكن يكون سعرهم اكتر من البوجاتي شيرون ده. نفس الكلام في الفيجن برو. يعني انا مثلا ممكن اجيب تلفزيون كبير مثلا، شاشة كبيرة 80 بوصة، واجيب مثلا شاشتين ثلاثة لللابتوب بتاعي بيكون كبار مثلا، حتى لو استوديو ديسبلاي. مثلا لو جبت التلفزيون الكبير هدفع اقل من الثمن الفيجن برو. لو جبت شاشتين الاستوديو ديسبلاي هيبقى تمنهم برضو اقل من الفيجن برو، لكن مع بعض هيبقى تمنهم اكتر، بس دول هيبقى عمليين اكتر بالنسبه لي عن ان انا استخدمها بقى في هيدسيت وافضل اعمل كده واعمل كده عشان اشتغل على حاجه. الموضوع مش عملي قوي، وده اللي خلاني استغرب لان لقيت ناس كتير وتعليقات كتير: ابل غيرت العالم، ابل غيرت الواقع. انا مش شايف ان ده هيحصل، مش مع الفيجن برو دي. ممكن ده يحصل كمان 5 أو 10 سنين بعد إصدارين 3 من الفيجن برو، لما يكون سعرها أقل بكتير، حجمها أقل، لكن مش مع الفيجن برو دي. وفكرة كمان نقطة حجمها أقل، انتوا متخيلين ان ابل عاملين مطلعين منها سلك متوصلة بباور بانك عشان تشغلها لمدة ساعتين بس؟ ففكرة ان هم مش حاطين البطارية دي اللي تشغلها ساعتين بس في الهيدسيت نفسها، فمعنى كده ان الهيدسيت اصلا وزنها تقيل. فانا ما اعتقدش ان انت هتستحمل انت تتفرج على فيلم لمده ساعتين وانت لابسها. ده غير ان اصلا لو انت بتتفرج على فيلم 3 دي مثلا، لو افترضنا افاتار اللي هم اعلنوا عنه، الفيلم فوق ال3 ساعات، فانت محتاج ان انت تبقى موصلها بالباور بانك، والباور بانك ده انت موصله باور بانك تاني لو انت مثلا بتتفرج في طياره وعندك طياره طويله، او مثلا تبقى موصل الباور بانك ده بشاحن عشان تفضل شغاله وتكمل معاك الفيلم. فالموضوع في النقطه دي مش عمليه. تفتكروا مثلا في ايه الورك سبيس اللي موجود، او ايه الشركه اللي هتبقى جايبه للموظفين فيجن برو عشان تفضل ماشيين يعملوا كده ويشتغلوا على شغل معين؟ ممكن في حالات معينه مثلا لو بيشتغلوا بقى ب 3 دي مودلز مثلا وكده، ممكن ساعتها وفي الاوقات دي هتبقى عمليه. لكن كعمليه ان انا اجيب بنضاره ب 3500 عشان افتح اشوف ايميلات واتصفح سفاري واكتب ارتكلز واعمل ريسيرش، الموضوع مش عملي جدا. وبعدين ايه المكتب اللي هم جايبينه ده؟ يعني انا نفسي اشتغل في مكتب بالديكوريشن ده وبالفخامه دي. يعني بما ان انا كنت النهارده طول اليوم في الصحراء، فانا فعلا احب اقدم السي في بتاعي في المكتب اللي هيكون بالشكل ده. تفتكروا في ابل نفسها هي هتبقى سامحه للموظفين كلهم يبقوا ماشيين بالفيجن برو يشتغلوا بيها؟ انا ما اعتقدش، لانها فعلا مش عمليه في حاجه زي دي. امتى مثلا ايه النسخه اللي هتكون عمليه وهتكون مع كل الناس زي الايفون؟ لو ابل نزلت نظاره زي الجوجل جلاس، نظاره عاديه جدا انت شايف كل حاجه، الناس شايفينك، ولس في نفس الوقت فيها خاصيه الواقع الافتراضي، هيبقى في حاجات هتقدر تستخدمها بسعر اقل بكتير من الفيجن برو، فعلا ساعتها هتبقى اتقبل انها تبقى مع ناس كتير. حاجه كمان برضو مش عجباني في الفيجن برو، موضوع ان انت تعمل فيس تايم مع ناس عن طريق الشكل الافاتار بتاعك اللي بيتحرك. لو انت بتكلم حد فيديو كول، انت عايز هيومن كونكشن، انت عايز تواصل ما بينك وما بينه، يشوفك ويشوفه. لو ده مش هيحصل، لو انا هبقى بافاتار وهو بافاتار، طب ما تتكلموا مكالمه عاديه، يعني انا مش هستفيد حاجه لما اشوف الافاتار بتاعك. مفيش الهيومن كونكشن ده. فانا شايف ان ده برضو حاجه هتشتغل كويس لكن مش عمليه ومش منطقيه، ومش سبب ان انا اجيب عشانه الفيجن برو. فكره ان انا اعزل نفسي واتفرج على افلام 3 دي زي ما قلنا برضو مش عمليه ومش منطقيه. انا مش شايف ان الفيجن برو دي اللي هتغير العالم وخلاص العالم انتهى بعد الفيجن برو، بس هي هتحرك الوسط بتاع التكنولوجيا في الاتجاه ده. هتبتدي دي اول حاجه. يعني الميتا كويست ما نجحتش انها تعمل كده بعد اصدارات كتير جدا. وخلي بالكم الميتا كويست 3 الجيل الجديد بتاعها هتنزل تقريبا الشهر الجاي ب $500، دي ب $3500، دي ب $500 وما قدرتش تبقى الطبيعي بتاعنا. فانا ما اعتقدش ان دي الفيجن برو لكل بيت هيبقى فيه الفيجن برو، بس انا شايف انها هتبتدي تتحرك، هتبتدي توجه شركات التكنولوجيا في الاتجاه ده، وهيبقى فيه اهتمام اكتر اللي هي النظارات الواقع الافتراضي.
لكن مش دي اللي هتغير العالم وهيبقى الناس ماشيه في الشارع كلها لابسه الهيدسيت دي. واكتبوا لي رايكم ايه تحت في الكومنتس. هل انتم متفقين معايا؟ هل عندكم راي مختلف؟ هل شايفين ان انتم مثلا محتاجين ان انتم تجيبوا الهيدسيت دي الفيجن برو هتستخدموها؟ احب اعرف منكم، اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وانا زي ما انتم عارفين انا بقرا كل التعليقات وبرد عليها. وما تنسوش تتابعوني عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.